بيقول لك ان اي 3 ثواني في اي فيديو بيكونوا اهم 3 ثواني في الفيديو، عشان انت فيهم بتعرف تجذب فيهم انتباه المشاهدين. انا عارف ان خلاص عدى ال3 ثواني دول، بس انا هجذب انتباهك في 6 كلمات بس. النهارده هنتعلم ازاي نعمل فلوس من الموبايل. 7. اهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم عز ياسر، ويلا نبدا بالصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. واحده من اكتر الاسئله اللي بتسالني دايما: يا عز ازاي نقدر نعمل فلوس من الموبايل؟ طبعا ناس كتير من اللي بيتفرجوا عليا غالبا بيتفرجوا عليا من الموبايل، وناس كتير للاسف لسه ما عندهمش كمبيوتر او لابتوب يشتغلوا عليه. وانا في المطلق واحد دايما بينصح الناس ان ما ينفعش تعمل فلوس من الموبايل. الموضوع صعب جدا على الموبايل، وحتى نفس البرامج اللي موجوده على اللابتوب او الكمبيوتر لو نزلتها وجيت تشتغل عليها هتلاقيها مش احسن حاجه. يعني انا دايما بنصح الناس ان انت مثلا تروح تأجر لابتوب او كمبيوتر، او حتى تنزل تشتغل في السايبر. ولكن بقى في الظاهره اللي غيرت الكلام ده كله، ظاهره البرامج اللي بتعمل لك فلوس على الموبايل. نزل التطبيق الفلاني وهيعمل لك فلوس، اعمل المهام السهله جدا دي وهيخش لك فلوس شهريا وبالدولار. ده انت حتى لو قلبت في الموضوع ده على اليوتيوب هتلاقي ناس كتير بتدعي ان هم بيعملوا 750 دولار في اليوم من الموبايل. احنا مش بنتكلم عن العمل الحر، احنا بنتكلم على تطبيقات بتنزلها على الموبايل وبتعمل عليها مهمات وبتديك الفلوس دي كلها. وعشان ما اطولش عليك، هو ده بالظبط اللي هنعمله في الفيديو ده. الفيديو ده فكرته ان احنا هنجرب برامج كتير جدا من اللي بتدعي انهم بيعملوا فلوس، وهقول لك هم فعلا بيعملوا فلوس ولا لا. خلي بالك، مش الهدف من الفيديو ان انا اقيم لك البرامج دي، الهدف ان انا اقول لك هل الموضوع ده مجزي ولا لا. يعني الاحسن انك تقعد على الكنبه كل يوم تشتغل على الموبايل ولا لا. وعشان نعرف نقيم الموضوع ده بطريقه واضحه وصريحه جدا انا هبسطها لك. انت دلوقتي المفروض كواحد بتشتغل في شركه او في القطاع العام، فتقريبا عدد ساعات العمل بتكون 8 ساعات. 8 ساعات اللي انت بتشتغلهم يوميا دول هم اللي بيحددوا مرتبك اخر الشهر. وهو ده بالظبط اللي احنا هنحاول نعمله في الفيديو ده. واللي هيحصل ان انا هستخدم البرامج اللي على الموبايل دي لمده 8 ساعات. وطبعا عشان اكون صريح معاك مش هيكونوا 8 ساعات متواصلين. انا دلوقتي بصور والساعه 12 بالليل، يعني ممكن اقعد ساعتين دلوقتي، ساعتين الصبح، وهكذا. يعني لان مش منطقي ان انا اقعد 8 ساعات ماسك الموبايل عمال اعمل فيه كده. بس يا سيدي، المهم ان احنا نقعد 8 ساعات عمل على الموبايل على البرامج دي. الفكره بقى ان احنا نقارن كميه الفلوس الدولارات اللي هنعملها في ال8 ساعات دول بمرتب اي واحد هنا في مصر. يعني مثلا احنا لو عملنا 10 دولار في اليوم، يعني في الشهر ب 300 دولار في الشهر، وده تقريبا من 14 ل 15 الف جنيه مصري. طبعا لو قارنا ده بالحد الادنى للمرتبات اللي هو 8000 جنيه تقريبا، فطبعا ده كتير جدا. لكن احنا عايزين نقارنه بطموحك، يعني المبلغ اللي هتعمله في ال8 ساعات دول اكتر ولا اقل من الطموح اللي عايز توصل له. طبعا اول حاجه احب اشكر اخويا، لان ده موبايله اللي انا بشتغل عليه وموبايلي انا بصور عليه حاليا. وطبعا انا احب انوه ان انا واخد موبايله الساعه 12 بالليل، فهو نايم دلوقتي ومش عارف ان انا واخد موبايله. طيب المفروض دلوقتي ان انت شايف شاشه الموبايل قدامك دلوقتي، واللي حصل دلوقتي ان انا فتحت البلاي ستور وكتبت فيه ميك ماني وظهر لي البرامج دي فنزلتها. وبرده في نفس الوقت فتحت اليوتيوب وشفت فيديوهات صناع المحتوى اللي بيدعوا ان هم بيعملوا فلوس من البرامج دي. اخترت البرامج اللي اسمها متكرر ونزلتها عندي. اللي قدامي دلوقتي بالظبط 11 برنامج. طبعا مش هنستخدمهم كلهم، بس هنستخدم جزء منهم، ومش ضروري كلهم هيشتغلوا. خليك عارف حاجه زي دي. وكمان عشان تبقى عارف ان من خبرتي في حاجه زي دي، احب اقول لك ان في برامج منهم هتديك ليميت معين او مبلغ معين في اليوم هتعمله، هتقف لحد بكره مثلا، كل 24 ساعه بتجدد لك المهام. طبعا برضو ممكن نلاقي شويه من دول نصابين ومش بيعملوا فلوس اصلا، الله اعلم ايه اللي ممكن يقابلنا. بس تعال نحط شويه قوانين للمسابقه دي. اولا انا نزلت البرامج دي كلها من بدري وعملت عليهم حساب كلهم، عشان ساعات الموضوع ده بياخد شويه وقت في التسجيل في البرامج. تاني حاجه، انا مش همسك برنامج واقول لك هو بيعمل ايه بالظبط، وانا في الاخر هحسب لك الاجمالي اللي انا عملته، وكمان هقول لك كل برنامج عمل لي كام. وفي الاخر هقول لك تعليقي لو في برنامج له لازمه هقول لك عليه. وفي الاخر خالص هقول لك تعليقي على الموضوع ده عامه. يعني لو انت كرست حياتك في الموضوع ده هيمشي ولا لا. هقول لك الموضوع بكل صراحه. وبس كده يا معلم، انا كده قلت لك على كل حاجه، ويلا بينا ندخل في الشرح العملي. تعال. حاليا بقى زي ما انتم شايفين، اول حاجه عملتها ان انا بدات افتح كل برنامج وافهم كل برنامج كانت ايه الحاجه اللي هو بيعملها بالظبط. طبعا انا كنت بنزل برامج عشوائيه فما كنتش عارف هي بتشتغل في ايه. بعد ما اخدت فتره قعدت ابص على كل برنامج، اكتشفت ان معظم البرامج في الاغلب اللي بتقول بتعمل فلوس هي بتعمل فلوس من خلال الاستبيانات، من الاخر كده اسئله وتقعد تجاوب عليها وتاخد فلوس في اخر السيرفي. طبعا برضو الحاجه اللي اكتشفتها ان هو عشان يشجعك دايما في الاول على كل اول سيرفي بتعمله بيخليه سهل قوي وبيديك عليه فلوس كتير قوي عشان تشجعك ان انت تكمل شغل عليه.
وهل فعلا هيفضل يواظب انه يدينا فلوس كتير ولا لا؟ هو ده اللي المفروض هنكتشفه خلال ال8 ساعات دول. بكل صراحه جربت كذا برنامج في اول ساعه دي عشان اشوف انهي برنامج ممكن يكون بيعمل فلوس اكتر، فركز عليه اكتر واخلي وقتي يزيد في البرنامج ده. وفي نفس الوقت في برنامج معين فتحته لقيت عليه مثلا مهام معينه واضحه وصريحه ولكن بتاخد وقت كتير، فيعني ركزت قوي في الساعة دي ان انا اخلص المهام اللي بتاخد الوقت الكبير ده علشان كان مكتوب بصراحة انها بتعمل فلوس كتير قوي. طيب يا جماعة دلوقتي عدى ساعة بالظبط، وبصراحة كده الساعة دي كانت تقيلة قوي على قلبي، حسيت ان هي وقت كتير قوي الصراحة، لان انا اول مرة اقعد واركز في الحاجات دي، او يمكن مثلا عشان انا كنت بعمل مهام معينة انا مش حاببها او مش فاهمها اصلا، الله اعلم ايه السبب الرئيسي، ولكن الساعة كانت تقيلة قوي. لسه مش هكلمكم على المكاسب ولا عملت كام، حاسس ان هي بداية حلوة ومشرفة الصراحة، بس مش عارف احنا هنواظب على الموضوع ده في ال8 ساعات دول ولا لا. فهجيلكم لما يعدي كمان 3 ساعات اللي هو اجمالي نص الوقت تقريبا، فهخلص 3 ساعات دول واجي لكم بعدها واقول لكم ايه اللي حصل. يا ساتر! في خلال بقى الفتره الثانيه دي كنت مركز اكتر ان انا ابدا اشوف البرامج بتفاصيل اكتر، واشوف ايه البرامج اللي مش شغاله عشان الغيها بقى من الحسبه بتاعتي. طبعا كنت متوقع ان من كل اللي انا منزلهم دول اكيد في حاجات معينه هتبقى ملهاش اي لازمه، فقلت ركز اكتر اشيل حاجات مش شغاله، واللي شغال بقى ابدا اركز عليه واحط فيه وقت اكتر عشان لعل وعسى هو اللي يعمل لنا فلوس كتير في الفتره المتبقيه دي. الحمد لله على السلامة. عدى 4 ساعات من ال8 ساعات اللي هم فترة العمل بتاعتنا، يعني وصلنا لنص الوقت. المفروض كموظف بعد ال4 ساعات دول المفروض اروح اتغدى ولا حاجة. الموضوع متعب مش سهل خالص، على قد ما انت قاعد في مكانك مش بتعمل اي حاجة غير انك ماسك الموبايل بتقلب فيه، فالموضوع ممل جدا ومتعب قوي. الموضوع في الاول كان ماشي كويس قوي، بس بعد كده ما بقاش احسن حاجة، وهقول كل الكلام ده في اخر الفيديو وهقول لكم بالتفصيل ايه اللي حصل معايا بالظبط. وللاسف في برامج كتيرة ملهاش اي لازمة فاضطريت امسحها من عندي. وبرضه هشرح الموضوع ده، انا بس زهقت من الموضوع فقلت اخد بريك شويه واتكلم شويه مع الكاميرا، لان صراحه 8 ساعات انت ماسك الموبايل عمال تبص للشاشه وعمال تقلب فيها، فالموضوع ممل جدا ومتعب قوي. فهاخد بريك شويه وبعدين ارجع اكمل ال4 ساعات التانيين. يا ابني عندي محاضره مش فاضيلك انا. طيب يا جماعة عدى 7 ساعات وقربنا نخلص يوم العمل بتاعنا اللي مش راضي يخلص ده. ان شاء الله قريب جدا النتائج دي كلها تعرفوها، بس هنزق اخر ساعة دي وهنعرف ايه اللي حصل، وهل فعلا الفلوس اللي احنا عملناها دي هتخلينا نقعد في البيت ونشتغل من البيت وهنبقى مليونيرات واحنا قاعدين في البيت، ولا كله كلام فاضي. تعالى بقى نشوف كمان ساعة. تاني معلش تاني طلب تاني. واخيرا وبعد طول انتظار هلوك الموبايل خلاص ومش همسك موبايل تاني في حياتي اصلا. اهلا وسهلا والحمد لله على السلامه. حاسس ان احنا في فيديو جديد. طيب احنا دلوقتي عدى 8 ساعات من الشغل على الابلكيشنز او البرامج اللي احنا نزلناها عشان نشتغل عليها على الموبايل، وطبعا البرامج دي ناس كتير بتدعي ان هي بتعمل فلوس، وعشان افكرك انا نزلت 11 ابلكيشن مختلف عشان اقدر اعمل من عليهم فلوس ونشوف ايه فعلا بيعمل فلوس وايه اللي ما بيعملش فلوس. طبعا عدد البرامج اللي موجوده على اونلاين او على اب ستور ملايين البرامج، بس انا نزلت اشهر برامج موجوده واكتر برامج الناس بتتكلم عليها. واحب اقول لك ان بعد 8 ساعات شغل على البرامج دي فاحب اقول لك ان المبلغ الاجمالي اللي انا عملته هو $14.35، وده بالمصري معناه ان احنا عملنا 700 جنيه. طبعا لو عملناها حسبه واخدنا المبلغ اللي احنا عملناه ده وضربناه في 30 يوم فاحنا هنعدي ال 15,000 جنيه مستريح. الله لا لا لا، ده واضح ان الموضوع جامد قوي، والناس اللي في الكومنتات بتقول مش عارف تعمل فلوس من على النت، فبعد الفيديو ده انا خلاص كده غيرت حياتك وكلنا هنشتغل وهنعمل فلوس. ده واضح ان انا استاهل اللايك والسبسكرايب والشير وتفعيل الجرس كل حاجه. طبعا هنعمل مقارنه وهنشوف هل الرقم اللي هو ال 15,000 جنيه واكتر من 15,000 جنيه في الشهر ده حلو ولا مش حلو. في ناس بتتفرج بالنسبه لها ان الرقم ده حلو جدا، وفي ناس تانية بالنسبه لها الرقم ده لا عادي. وطبعا الاجابتين يحتملوا الصح اذا كنت هتشتغل على الموبايل او هتشتغل على ارض الواقع، بس للاسف انا جاي لك بالصدمه. وعشان اكون صريح معاك واحب اقول لك البرامج دي بتشتغل ازاي، فانا هقول لك على كل حاجه دلوقتي. بالرغم من الفلوس اللي انا عملتها في اول يوم دي، فانا متاكد مليون في الميه ان انا لو جيت تاني يوم بعد ما الاستبيانات الجديده تنزل لي، فانا متاكد ان مش هلاقي اكتر من $1 في ال8 ساعات دول. ايه ده؟ ازاي؟ امال انت عملت الفلوس دي كلها ازاي؟ احب اقول لك ان البرامج دي بتشتغل على ان انت
تشتغل عليها اول فتره او اول 24 ساعه، وبعد كده البرامج دي بتنزل لك استبيانات خفيفه، او بمعنى صح هي بتكسب منك من الاعلانات بس. انت طول ما انت في الابليكيشن فهي عماله تظهر لك في اعلانات، فبالتالي بتكسب من الموضوع ده. فانت لما كل 24 ساعه تدخل وتعمل لك $1، فدي مش فلوس خالص. وخلينا متفقين ان اكتر البرامج اللي انا نزلتها مش شغاله اصلا، مش شغاله لاسباب كتيره جدا، وشويه منهم بصراحه كانوا نصابين. وبعدها بتخلص المهمه اللي بيقول لك عليها مفيش هدايا ولا في بوينتس ولا في اي حاجه انت بتاخدها خالص. لكن بقيه البرامج فيها مشاكل تانية كتيرة قوي من وجهة نظري، وفي برامج كتيرة جدا منهم شغالين اصلا عند الغرب مش عندنا. يعني اغلب الاستبيانات اللي بتنزل للغرب مش لينا. يعني بتيجي تدخل على الاستبيان بيقول لك ان الاستبيان ده مش موجود في بلدك، وده معناه انك بتنزل برنامج وبتسجل عليه وبتعمل اختبار عشان تاكدوا ان انت اصلا تنفع الاستبيانات دي ولا لا. ولما تيجي تعمل اي مهمة او سيرفي بيقول لك ان مفيش اساسا سيرفي او مهمة للمكان اللي انت عايش فيه اصلا. يعني هم في اللوكيشن العربي او بتاع مصر عامة مش بينزلوا مهمات بفلوس. وللاسف اللي اكتشفته من البرامج دي ان احنا في الوطن العربي مش هنقدر نتهنى بالبرامج دي. والموضوع ده مش عنصريه ولا حاجه، هو الفكره ان البرامج دي برامج اجنبيه فبتحتاج استبيانات من شخص اجنبي عشان يطوروا حاجه معينه عندهم، انما احنا في الوطن العربي فهم مش محتاجيننا في حاجه. والفكره ان في شركات بتبقى محتاجه انها تعمل ماركت ريسيرش او انها تعمل بحث عن السوق عشان تعرف توجه المنتج بتاعها صح او الخدمه بتاعتها صح للشعب اللي موجودين في البلد بتاعتها. والعلم ان معظم السيرفيس اللي كانت بتظهر لي اساسا كانت بتسالني على الخمور وهل انا بشربها ولا لا، ودي كانت اكبر مشكله بتواجهني، ان اساسا الابلكيشنز دي ما فيهاش مهام لينا. والحاجه اللي فوق كده ان الابلكيشنز اللي فعلا شغاله وفعلا بتعمل فلوس بيكون فيها مهام تقريبا شبه مستحيله ما بتعرفش تخلصها. يعني في واحد من الابلكيشنز لو انا كنت خلصت المهمه اللي فيه كنت هاخد تقريبا $25 على مهمه واحده، وده طبعا رقم لو جبته في يوم فخلاص كده انا مش محتاج اعمل مهام تانية اصلا عشان انا كده تمام. بس المهمه ان انا كنت انزل لعبه على الموبايل واللعبه دي قديمه قوي، وكمان ان انا اوصل فيها لمرحله بعيده قوي، واللعبه ما فيهاش مهاره نهائيا ان انت مثلا كل ما تلعب اكتر وكل ما كنت تكون محترف في الالعاب اكتر فانت تجيب سكور اعلى. لا، اللعبه ما فيهاش اي احترافيه نهائي ولا فيها اي حاجه نهائي، و100% اللعبه دي كانت معتمده على الوقت. وعشان توصل للسكور اللي هو 5000 اللي هم حاطينه في المهمه دي فبالتالي انت مش هتوصل له غير بعد وقت طويل جدا. وفضلت ساعه كامله عمال العب اللعبه دي وحاطط فيها وقتي ومجهودي كله علشان اقدر اوصل للسكور اللي هو 5000، وبعد الساعه وصلت لسكور 100 اصلا. وده معناه ان انا لازم العب 50 ساعه كمان عشان اقدر اوصل للسكور 5000. طبعا لو حسبناها ان انا بشتغل 8 ساعات في اليوم فعشان اوصل ل $25 فانا محتاج اقعد اسبوعين. يعني الموضوع مش جايب همه خالص. يعز يعني كل الابلكيشنز مش شغاله ومفيش مهام والدنيا بايظه يعني، والفيديو اساسا شكله بايظ. امال انت جبت الفلوس دي كلها منين؟ الحاجه الوحيده اللي انا لاحظتها وغريبه جدا ان كل الابلكيشنز دي عشان تشجعك وتخليك تشتغل عليها وعشان تحسسك ان هم مش بينصبوا عليك بمجرد ان انت تسجل، فبيدوك استبيانات بارقام كبيره جدا. يعني معظم الابلكيشنز اللي بتديك سيرفي دي انا اول ما سجلت عليها بيدوك $1.50 كده فتح كلام من غير اي حاجه. وفي ابلكيشن كمان بعد ما مليت بياناتي كلها اداني $2.50. يعني الفكره كلها ان انت لو فتحت بكره وبعده 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 مش هتلاقي خالص. فطبيعي الابلكيشنز انت سجلت عليها وعملت عليها حساب خلاص، فبالتالي مش هتلاقي الاستبيانات اللي بتديك الارقام الكبيره دي، فبالتالي انت كده بالنسبه لهم كارت محروق خلاص. وكده هنرجع لنفس النقطه ان الابلكيشن مش مفيد اصلا. وفي بس ابلكيشن واحد جدير بالذكر، هو مش عشان ابلكيشن كويس، لا هو عشان بس فكرته مختلفه. هو انك بتنزل ابلكيشن وطول ما الابلكيشن ده مفتوح فبالتالي بيسحب من باقه النت بتاعك، بيبدا كل ثانيه وكل دقيقه يدخلك فلوس في الحساب بتاعك. وده بمناسبه ايه او بيديك فلوس على ايه اصلا؟ من الاخر كده مقابل ان انت طول ما انت سايب موبايلك كده مش بتستخدمه خالص، مثلا انت نايم سايب الموبايل جنبك او حاطه على الشاحن، فهو بيبدا ياخد شويه من النت بتاعك ويبدا ياجر الباقه دي لناس بره. يعني الناس بتسحب سلك منك عشان تدخل على الانترنت، فانت بالتالي بتبدا تاخد فلوس على الباقه دي. طبعا الحاجه اللي تطمنك ان هو مش هياخد جيجا بايت وميجات والكلام ده، لا ده هو بالعافيه في اليوم بياخد كذا كيلو بايت بس. ولكن برضو الحاجه اللي مش هتبسطك ان هو بيديك فلوس قليله جدا على الموضوع ده. طب وليه هو جدير بالذكر؟ علشان مجرد ما انت بتنزله وبتشغله وبتسجل فيه انت بتاخد $5 كده فتح كلام. طبعا افتكرت ان اليوم $5 وقلت كل يوم هاخد منه $5، بس اللي انا لاحظته ان $5 دي اللي هو كتسجيل دخول بس مش اكتر، وفي الاخر كل يوم بتاخد منه سنت او 2 سنت بالكتير. وفي الاخر كده بعد ما لقطت كل الدولارات اللي عملتها على الابلكيشنز دي طلع المبلغ اللي انا قلت لك عليه. ولكن فعليا
المبلغ ده بكره انا مش هعرف اعمله تاني. ونيجي لاخر نقطه في الفيديو، انا عارف طبعا كل اللي بيتفرجوا على الفيديو هينزلوا الابلكيشنز كلها وياخدوا ال 14 دولار او ال 15 دولار اللي انا عملتهم وبعد كده يمسحوا الابلكيشنز تاني، او الناس التانيه اللي بتشغل دماغها وتقعد تقول انا كل شويه اعمل حساب جديد واخد 2 دولار في 2 دولار واسحب كله مع بعضه. فطيب يا سيدي، احب اقول لك ان انت مش هتعرف تسحب الفلوس اصلا، لان بيبقوا حاطين لك ليميت تسحب منه. فانت لما هتعمل 2 دولار فبالتالي انت مش هتقدر تسحبهم، لان الحد الادنى للسحب هو 30 دولار. فوريني بقى يا زكي انت هتسحبهم ازاي. فكونك تكون ضيعت ال8 ساعات دول على الابلكيشنز دي وما تعملش اي فلوس خالص، فاحب اقول لك ان الموضوع خسران خسران. طيب يا سيدي، انا كنت احب على اخر الفيديو اديك اخبار حلوه وافرحك بالبرامج دي واخليك تدخل وتشتغل عليها، بس للاسف. ولكن النصيحه الاخيره اللي احب اديها لاي حد انك ما تامنش للمواضيع الكحيانه دي. يعني لو عايز تعمل فلوس فلازم يكون في قيمه بتقدمها عشان تاخد مقابلها فلوس. وقيمه انك تنزل برنامج على موبايلك او تكمل استبيانات او تعمل مهمات ملهاش اي 30 لازمه، فدي مش قيمه حقيقيه اصلا. لان هم ممكن يسالوا الناس الاسئله دي في الشارع والناس هترد عليهم من غير اي فلوس خالص. ودايما احب اقول لك ما تستغفلش نفسك ودور على طريقه تجيب بيها فلوس بجد، مش تدور على شويه سنتات كده وخلاص، وبعد ما تدخل شويه السنتات دول انت ما تعرفش تسحبهم اصلا. فحاول تتعلم مهاره او تقدم قيمه للناس او تقدم حاجه للناس، بالتالي تقدر تاخد عليها فلوس. وانا قررت اعمل الفيديو ده وانا واعي 100% ان الموضوع ده مش هيشتغل، لان طبعا انا اكيد جربته قبل كده والحاجات دي ما فيهاش اي فلوس خالص. والهدف الرئيسي على اخر الفيديو ان انت تكون فهمت انك مش المفروض تضيع وقتك على حاجه ملهاش قيمه زي دي. فاتمنى ان الفيديو اللي مدته 10 دقائق او ربع ساعه اللي انت اتفرجت عليه ده تكون قيمته اثمن بكتير من الوقت اللي كنت هتضيعه على البرامج والحاجات دي بالساعات الكتيره قوي دي. وانا اسف اي حد بيقول لك ان البرامج دي بتعمل فلوس، يا اما هو مجربهاش بنفسه يا اما هو بيعمل لها اعلان. غير كده فالحاجات دي ما بتدخلش فلوس غير لو هتدخل سنتات وانت مش هتعرف تسحبها اصلا. اتمنى الفيديو يكون فادك والفكره عجبتك، ولو لسه عندك اي برامج تانية حابب ان انا اتكلم عنها اكتب لي اسمها تحت في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وكومنت وسبسكرايب، واشوفكم في الفيديو الجاي.